أهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورت، حياكم الله في حلقة جديدة من المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء. فتحي مولدي أهلا وسهلا، حاضر لك. عايشك، أهلا بشاري، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين. لنفعنا مع العرب، لصلحنا مع الأفارقة، وقيت تتواصل الخيبات، أو قيت في تونس باش نحلوا الملفات. ممكن تكررها؟ تتواصل الخيبات وقيت في تونس باش نحلوا الملفات. جميل، انا بغيدها بما انك ذكرت التغييد، بعد ما نرحب في عوض الكباشي ونقول لك هارد لك. مرحبا مشاري، ومساء الخير عليك، ومساء الخير على الاساتذه الكرام الموجودين معي في الاستوديو، ومساء الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا من خلال هذه المساحه. وبكل تاكيد خروج منتخب السودان ما عايز اقول مرفوع الراس، لانه في الاخر هو خروج لصقور الجديان في مباراه اليوم كانت افضل المباريات اللي قدمها منتخبنا الوطني. خلينا نتكلم عن 30 دقيقه فقط، حنرجع نتكلم اكثر. كل التحيه لك والتحيه لك سمعنا. صابر الراوي وبدر الدين الدريسي ما زلتم في البطوله، وما زال الجميع مرحب كمشاهدينا الكرام في المساء الرياضي. صابر الراوي اهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى الاصدقاء وعلى كل المشاهدين. اقتحمنا دور ال 16 ب5 منتخبات عربيه، بقي فقط 3 منتخبات في الفتره الحاليه. عموما ما فات وسنركز ان شاء الله فيما هو آت. بدر الدين الدريسي اهلا وسهلا. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير زملائي واصدقائي، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. كنا نتصور انه يوم سيكون سعيد ونحن نفتتح الدور الثمانية، دور خروج المغلوب. منتخب السودان بصعوبة بالغة لكن بشرف يغادر البطولة بعد ما أدى مباراة في اعتقادي مباراة بطولية كان ممكن أن تكون فيها نتيجة أخرى غير الخسارة ب3-1، لكن خيبة الأمل كبيرة جدا جاءتنا من المنتخب التونسي، لأنه كل شيء كان مهيئ لنسور قرطاج ليحلقوا في سماء الدار البيضاء، لكنهم لم يفعلوا. وكأني بالمغني يردد وتاهت المراسيل بين النهار والليل، ما فضلش غير دمعة مرسومة في المناديل. قد تكون الدمعة من فتحي، والسيناريو في خروج النسور ورفض العبور، الطرد من الشوط الأول لمالي، سيناريو قاسي جدا. لماذا كل هذا السيناريو القاسي على الفريق وعلى الجماهير فتحي؟ نحب نوجه تحية للاعبين الإطار الفني، ونقول لهم يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة اللي عملتوا كل شيء باش ما ترشحوش. نحب نقول لهم حرام عليكم اللي تعملوا فيه، حرام عليكم، حرام عليكم اللي تعملوا فيه. لا احترمتوا الكورة، لا احترمتوا الجماهير اللي جاتكم، لا احترمتم حتى الهدايا، وهدايا بالجملة، تونا هدايا بالجملة جاتكم. احترمتوش الهدايا، وماذا بيا توا كي تروحوا تغزروا لروحكم في المرايه. عندنا فريق مع الاسف وكانه الفريق التونسي حالفين مقررين انهم باش يمرضونا، باش يعذبونا. الفريق التونسي تجيه على طبق الهدايا بالجمله. قلت اول الهدايا قالها عصام، قال هذا هدف وقت الورقة الحمراء، لعبنا ساعة ونص وهما ب10، ساعة ونص وهما ب10، لكن احنا عدلنا النتيجة. وقتاش عدلنا النتيجة؟ وقت اللي خرجنا حنا بعل المجبري ولينا نلعبوا كيف هما ب10 واحنا ب10. فماشي واحد في العالم يخرج المحرك الأساسي، صورة الفريق، روح الفريق، واللي كان ناشط بشكل غريب وربي يعطيه الصحة والعافية، يجي خرجوا رديت لنا نلعبوا ب10. كيفهم؟ كيف اخي تلعب معنا ولا ضدنا؟ لو كانت كرة قدم رياضة فردية يترشح لنا بعد المجد. صح، سامحوني ما نشخصنش، ولكن وقت اللي الحسرة توصل إلى هذا الحد، ونلاحظ والناس تتفرج، حتى اللي ما يفهمش الكرة يعرف علاش يخرج أحسن ملاعبي فوق الميدان، مش أحسن لاعب تونسي. تفسيرها ما نعرفش عند المدرب، ماذا بينا لو في الندوة الصحفية يجاوبنا. الهدايا بالجملة، والفريق مع الأسف
رفضها كلها. في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصه، في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصه كامل المقابله. معناها وصلنا دقيقه 89 وسجل هدف صحيح مع الاولاد والناس الكل، انتهت المقابله. نعطيهم هديه من السماء، نعطيهم ضربه جزاء، كره طايحه هابطه هكا ضربت في يد. وين التركيز؟ طيب ليش يعني رحت لهذا الكلام؟ ليش رحت لهذا الحديث؟ يا اخي قد يكون سيناريو مش مكتوبه لتونس، يعني فيك ألم وحسره من السيناريو، من اللاعبين، من المدرب، من الملفات اللي ذكرتها في بدايه الحلقه. من وين؟ شوف تقول لي مكتوب لتونس، هي مكتوب على تونس باش تمرض الشعب التونسي، مكتوب على الفريق التونسي باش يمرض الشعب التونسي. انا ناكد لك مرضى، انا ناكد لك التوانسه رقدت، انا ناكد لك التوانسه اللي رقد واللي خرج للشارع مسكين هايم، واللي ما عادش يحب يشوف في التلفزه، ومن اللي ما عادش يحب يحكي على الكوره. ليه؟ يا ولدي يلحلحوا بينا. الكوره تلحلح بيك، تقول لك بربي هاي ورقه الترشح، وانت تقولها ليه؟ امان راهو اللي عشناه، سامحني، اللي عشناه معناها حرب اعصاب. يا اخي انت معانا ولا ضدنا؟ مين اللي معاك وضدك؟ نحكي على الفريق التونسي، يا اخي تلعب لصالحنا ولا ضدنا؟ ناس جايتك في بالك الفريق التونسي، واي فريق التونسي عمره ما لعب، عنده قداش 16 سنه عمره ما لعب قدام غير 45,000 متفرج، لانه احنا الملعب معناه